بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا الطريق إلى الله. والحقيقة الموضوع اللي حبيت أني أبدأ به البرنامج وهو أهم وأحب موضوع إلى قلبي، وحبيت أني أشرككم معايا فيه، هو موضوع حب الله. فحب الله من أعظم النعم التي ينالها العبد ويشرف بها، فبذلك ينال خيري الدنيا والآخرة ويوفق إلى مزيد من العمل ويعصم عن كثير من الزلل. فمحبة الله هي الغاية التي يتنافس لأجلها الصالحون والمحسنون لينالوا القرب من ربهم والفوز بمرضاته. ويتحقق ذلك، يتحقق حب الله بالعلم التام بالله سبحانه، كما قال ابن رجب رحمه الله، حيث قال: فالعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. وهناك العديد من العلامات التي تدل على حب الله للعبد، ولكن أهم 5 علامات معنا تدل على حب الله لعبده هي العلامات اللي هنتكلم فيها النهاردة. أول علامة معانا هتدل على حب الله لعبده هو أن يجعل عبده متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم بهديه وشرعه في أمور الحياة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحبه الله وفقه لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد من أسباب تحقيق ونيل الخير في الدنيا والآخرة. وأي خير أفضل من أن يحبك الله. العلامة الثانية من علامات حب الله للعبد هي أن يرزقه التفقه في الدين وتعلم أحكامه، كما أخرج الإمام البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أحبه الله يسر له سلوك طريق العلم الشرعي والتفقه في دين الله وأحكامه. العلامة الثالثة على محبة الله لعبده هي أن يرزقه الاتصاف بالصفات التي وصف الله بها من يحبهم، في قوله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن تلك الصفات أن يرزقه الرحمة بالمؤمنين والتواضع لهم واللين في التعامل معهم. رابع علامة من علامات حب الله للعبد أن يسهل له سبل الاجتهاد في التقرب منه سبحانه بالنوافل، كما أخرج الإمام البخاري في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خامس علامة وهي آخر علامة معنا في حلقتنا اليوم هي أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده نيل حب الناس والقبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الطريق إلى الله، وموضوعنا حب الله.